معطاوي. فريد معطاوي تا هو هضر على الملاعب، غادي نرد عليه. تفرجوا فريد معطاوي لانه فريد معطاوي هضر في البلاطو. انا احدثك على 25. المغرب لا يضاهي الجزائر في المنشآت الرياضيه، غير جاهز بالنسبه للجزائر. كيف تفضل بلد يضع امامك مشروع بناء وترميم ملاعب؟ يا سي فريد معطاوي، يا صحافه زيكو، شوف ملعب طنجه ما شاء الله، شوفوا التصاور ديال ملعب طنجه. شفت ملعب طنجه هذا ثاني اكبر سقف في العالم، وباش تخدم هذا راه في تقريبا حتى هو واحد 85. قطر اللي عندها البترول والغاز وما قدرتش دير هذا الشيء اللي داروا المغرب في ظرف وجيز. ملعب الرباط في ظرف وجيز في عام ونص تهدم تطلع وفي عام ونص. سمعوا شو من الملعب اللي تهضروا عليه في المغرب؟ وراه الملعب تاعك، عندك كوب دافريك 2025 راح تلعبوهم في ملاعب قديمه. واش من الملعب هذا اللي صحافه زيكو ملعب مولاي الحسن راه كمل. ملعب مولاي الحسن اللي كنتو تقولوا عليه حفره وكذا منك من هاد التصويره ديالو. ملعب مولاي الحسن داروا له الكازو والمدرجات كاملين الكرات غطاو، باقي لهم غير السقف غادي يجيبوا فيه واحد الشهر في الساعه السقف طق وكملوه. يعني شفتوا صحافه زيكو التباديل اللي داتوها. شوف الفرق ما بين ملعب مولاي الحسن وما بين ملعب ديال بشار. ملعب ديال بشار اللي ملعب ديال بشار بدا قبل ملعب مولاي الحسن. ملعب مولاي الحسن بدا في شهر 2، ملعب ديال بشار بدا قبل. ملعب ديال بشار هو اللي بقى حفره. قال لك كيفاش كانوا يضحكوا في الاولى ويقول لك هذا حفره والذكاء الاصطناعي وكل شيء. هما اليوم تشوفوا ملعب مولاي الحسن. انا حطيت لكم تصور هنا كمل ما شاء الله. واحد جايب واحد الشكل واعر. ملعب ما شاء الله ايادي المغربيه والشركات المغربيه كملاتو. تفرجوا لفريد معطاوي. فريد معطاوي تا هو هضر على الملاعب، غادي نرد عليه. تفرجوا فريد معطاوي لانه فريد معطاوي هضر في البلاطو. انا احدثك على 25. المغرب لا يضاهي الجزائر في المنشآت الرياضيه، غير جاهز بالنسبه للجزائر. كيف تفضل بلد يضع امامك مشروع بناء وترميم ملاعب؟ صوره لملعب الرباط. لم اكن اتوقع بان المغرب الاقصى يمتلك ملعب كارثي مثل ما هو عليه ملعب الرباط، ملعب يصلح لاي شيء الا لبعث الابقار، يعني لتاخذ من ذلك. هذا فريد معطاوي تا هو هضر لك على الملاعب ولا زعما حتى الملاعب ديالهم دايره. فريد معطاوي ملعب تخدم 6 شهور حشومه. لو كان ما تخرجش في البلاطو كيما خرجت في هذاك البلاطو وهضرت على ملاعب المغرب في البلاطو، هضر وقول ملعب مولاي الحسن تخدم في 6 شهور، في 6 شهور 7 شهور كان الملعب جاهز حشومه. لانه لو كان تهضر هذه الهضره هذه تعرف واش تهضر هذه الهضره هذه علاش؟ لانه تشوف حنا اللي كنا نخدموا ملاعب 14 عام 15 عام. شوف ملعب مولاي الحسن درك غادي ندخلك الاكبر ملعب واكبر سقف في العالم. يعني ثاني اكبر سقف ملعب هو ديال ملعب مولاي ديال ملعب طنجه الجديد. شوف ملعب طنجه كيفاش ولا. يا سي فريد معطاوي، يا صحافه زيكو، شوف ملعب طنجه ما شاء الله. شوفوا التصاور ديال ملعب طنجه. شفت ملعب طنجه هذا ثاني اكبر سقف في العالم، وباش تخدم هذا راه في تقريبا حتى هو واحد 85,000 متفرج ولا 75,000، المهم ما بين 75 حتى 85,000 متفرج. اكبر ملعب. يعني باش تعرف يا صحافه الزيكو هاد الملاعب كيفاش داروا تخدموا. وهذا ملعب مولاي، هذا ملعب طنجه، ملعب مولاي الحسن اللي كملوا له الغازو اليوم، كمل كاع الغازو راه ميرشوه. يعني راه حشومه والله العلي العظيم. الا عيب تهضروا، عيب. تعرف ليه عيب؟ راه نورمالمون تخرجوا تعتذروا الناس. وصلت وكاينين بعض الناس راهم يدوروا واحد الحاجه، راهم يدوروا درك بهذيك الكذبه اللي هذيك الفهمه ديالهم في الاولى اللي كانوا يهضروا على الملاعب وكل شيء. درك واش بغاو يهضروا على المغرب؟ قال لك المغرب لو كان ماشي كاس العالم 2030 ما يبنيش الملاعب. باش تعرف المرض اللي قايسهم. المغرب راه يبني ملاعب البطوله، ملاعب يطور بها البنيه التحتيه ديال بلادو. واش انت من غادي ندير ملعب الاكادير؟ غادي ملعب الاكادير فريق ديال حسنيه اكادير، ملعب الوداد الرجاء، ملعب ديال الرباط، ملعب هادو كاملين ديال الانديه يا صحافه الزيكو. ولكن نتوما ما تفهموش. ملعب مولاي عبد الله فيه غتكون فيه 800 كاميرا تقريبا، وتكون فيه اجهزه والويفي والتخربيق. حطيت لكم التصاور ديالو هنا غادي نحطهم لكم وتشوفوا الاخر الاشغال ديالو من الداخل. من الملعب راه وصل ل 95% ديال الاشغال، لانه ما بقالوش بزاف، بقالو 5% وهو سلال فيلم. يعني المقابله ديال النيتر غتلعب فيه ان شاء الله باذن الله. شتو يا صحافه زيكم تحطوا راسكم في مواقف بايخه، تحطوا راسكم، لانه نتوما حاسبين الناس بحالنا. حنا خدمنا ملعب 14 عام ولا 15 عام. الناس تاع المغرب خاصو يخدم ملعب 14 عام ما يقدرش يوصل. قطر اللي عندها البترول والغاز وما قدرتش دير هذا الشيء اللي داروا المغرب
في ظرف وجيز. ملعب الرباط في ظرف وجيز في عام ونص تهدم تطلع في عام ونص كان كامل. تبهديله راكو دايرينها درك. انا من نشوفو هكا وتشوفو غدوه ان شاء الله لا كوب دافريك وتفرجوا فيها ما تحشموش على العالم. ما تبقاوش تقولوا كيفاش حنا كنا نهضروا هذيك الهضره. علاقاش هضرتوا على الكوتيفوار ما واجداش، هضرتوا على الكاميرون ما واجداش، هضرتوا على اي دوله تهضروا عليها ما واجداش. تدي كاس افريقيا وتلعب كاس افريقيا. كوتيفوار قلتوا خاصها تنسحب وحنا نديوه وحنا في التالي داتو كوتيفوار ولعبوا فيه. الكاميرون منا درتوا اي حاجه درتوها. اليوم عاود طحطوا في الاول المغرب بصح اليوم من شفتوا الملاعب وجدت وشفتوا الدنيا وجدت راكو ساكتين.